السلام عليكم ورحمة الله. الرئيس الصحراوي يهنئ الرئيس عبد المجيد تبون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية للعهدة الثانية، وجنون محمد السادس الملك المغربي. سنشاهد كل التصريحات في هذا الفيديو، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. الجميع طبعا كان ينتظر تهنئة الرئيس الصحراوي للرئيس عبد المجيد تبون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وطبعا الجميع كان ينتظر ردة فعل الملك المغربي الذي كان غاضبا جدا. لهذا السبب الجزائر الآن هنأ الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بعهدة رئاسية ثانية، حيث قال الرئيس الصحراوي بالنص: تحيا الجزائر دائما وأبدا بموقفها المبدئ الراسخ الذي طالما تبنته جزائر الحرية والكرامة والأنفة والشهامة، بالوقوف إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي العادل والمشروع من أجل حريته واستقلاله دائما وأبدا. نحيي عبد المجيد تبون والشعب الجزائري بالأخص، لأنهم دائما كانوا يدعمون ويساندون في المحافل الدولية، ودائما ما ينددوا بحرية الصحراء الغربية عكس المغرب وما تفعله ضدنا. وختم الرئيس الصحراوي تصريحاته قائلا: نتمنى التوفيق لعبد المجيد تبون في هذه المهمة الصعبة، والسلام عليكم ورحمة الله.